أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يا عين صاد. برحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأسي شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجده من قبل سميا رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من الكبر أوتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وأنذرتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكما صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أنا رسول ربك يا لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا وجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نادى من تحتها ألا تزني وجاء ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لا جئتك يا مريم أخت هارون ما كان أبوك الأسر وما كانت أمك بغيا وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك يزعم مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه يا الله رب إنما يقول له كن فيكون ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة قضي أمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك واتبعني يهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ولا راغب عنك عن اليدي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك أرجمني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي عافيا وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى ألا أكون بدعاء ربي سويا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا هديناه من جانب الدور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا وهارون نبيا اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وكان عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون حيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بغير إنه كان وعده مأتيا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا جنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما ربك وزمن عبادتي أتلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم والشياطين وما نطعنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عتيا أعلم بالذين هم أولى بها سريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نكيا كما أهلكنا قبلهم من قرنهم سنة وهيا ومن كان في الضلالة فليبدل الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضل الجنة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت
الذي كفر بآياتنا وقال له لأن مالا وولدا الغيب بدال عند الأمال عدا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب مدا ويقول يأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا سيكفرون بعبادته ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا إنما نعد لهم عدا نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من ادعى عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ومن في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا ويأتي يوم القيامة فردا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم قائم أرسلنا عليك القرآن لتشقى تذكرة لمن يخشى مما خلق الله السماوات والأرض ما في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثريا فإنه يعلم سر الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر وجد على النار هدى يا موسى إني أنا ربك واخلعنا ليك إنك بالواد المقدس طوى واخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى دنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتدلى تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي توكل عليها أهش بها على غنم يا مال قال ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى خذها ولا تعتبري ناسية الأولى واضم يدك إلى جناحك تأخذ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من ابي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري سبحك كثيرا كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قد مننا عليك مرة أخرى إلى ربك ما يوحى اقذفي في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تغر عينها ولا تتنا وتتنزع ونجيناك من الغم وفتناك فتوى ولبثت سنين في كلمة ثم جئت على قدر يا موسى صنعتك لنفسي اذهب أمضاهم يا يأتي ولا تنيا يا ذبا
تولوا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبوا وجداكم بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وفيها نريدكم منها نخرجكم تارة أخرى آياتنا كلها قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفنا ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى فرعون وجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويصدكم العذاب وحقاكم الإذن تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويجمع بطريقتكم المثلى أبو كيدكم ثم تصفى وتبدأ اليوم من شاء الله قالوا يا موسى فإذا حبالهم أو جسد قلنا لا تخف وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربنا موسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاطمة كقاضي لما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كتبنا لنسر الله خير وأبقى إنه من يأتي ربه وإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا مؤمنا ولم صالحات أولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا بالبحر وسلا تخاف دركا ولا تخشى فهم فرعون بجنوده وغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم
لا تدعوا فيه وإني لغفار لمن تاب أجلك أمامك يا موسى قال أولئك على وجئت إليك قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فضال عليكم العهد أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فلا يرى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا الله تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل ربك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبلة من أثر الرسول قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي إنما إلهكم الله الذي ذلك نقص عليك من أنباء ما ولديناك من لدنا ذكرا نعرض عنه وإلى يوم القيامة فيه وسلم يوم القيامة إلا يوم ننفخ بالصور ونحشر الجميع يومئذ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمر النيرة إن لبثتم إلا يوما يسألونك عن الجبال أو ينسفها ربي نسفا فقاعا صفصفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ لا تنفع الشفاعة يعلم ما بين أيديهم نارت الوجوه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولقد عهدنا إلى آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فقلنا يا آدم إنا
ولزوجك ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى لك ألا تجوع فيها ولا تحزن وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهداه. اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم إني هدى ويتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أعرض وإن له معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأقوى. أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في ذلك آيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت سبقت من ربك لكان لسان وأجل مسمى. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من حسنة الحياة الدنيا فيه وجه ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه آية بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا وستعلمون أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون صراطا مستقيما. ربي يعلم الله في السماء والأرض والسميع العليم. بل قالوا ألغاث أحلام بل ابتلي بالمشاعر وليأتنا بآية كما أرسل الأولين قبلهم بغلتها لنا فهمنا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يكونون طعام وما كانوا خالدين. ما صدقناهم الوعد فجعلناهم عن نشاء مسرفين. هذا دلائلكم كتاب فيكم وفلا تغيرون. قصرنا لا تركضوا وارجعوا إلى ما وجدتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. خلقنا السماء وخلقنا بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ فهل اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله ما في السماوات والأرض وما يتعالى
هاتوا برهانكم هذا ذكر محمد وذكر محمد وما أرسلنا من قبلك من رسول اتخذ الرحمن ولا يسبحانه لا يسبقونه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ومن يقل منهم إني إله من دون ذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا بينهما كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم بل تأتيهم بغتة ولقد استهزئ برسل من قبلك ومن يكلؤكم بالليل والنهار أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا وقطعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر قل إنما أنذركم بالوحي لا يسمع السم الداعي إلى ما ينذرون. وإن مستهم نفحة من عذاب ربك يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لقد آتينا موسى وهارون القرآن والضياء وذكر للمتقين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هذا ذكر ولقد آتينا إبراهيم رشدا وما كنا به عالمين. قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وجدنا آباءنا لها عابدين. لقد كنت أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. بل ربكم رب السماوات والرب الذي خلقكم وأنا على ذلكم لشاهد. وجعلنا إلى كيدن أصنامكم أن تولوا مدين. يدعون إلى كبير اللهم اللهم إليه. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم فأتوا به على الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرها فسألونك كانوا ينطقون. إذا فصح قالوا إنكم أنتم الظالمون. على رؤوسهم أعلى إنما هؤلاء ينطقون. قال
شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تؤمنون وابشروا بآياتكم إن كنتم عالمين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لكي تخرجهم مرسلين ونجيناه ولوطا التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه في القرية التي كانت تبع ووالدينهم كانوا قوم سوء فاسقين برحمتك إنهم الصالحين ونوحا نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وإلهم الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في للحرث إذا فجر فيه خلق ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا وعلمناه صنعة لبوس لكم ليصلكم من بشر ولا تشاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا حافظين إذا ربه وسمع كل أنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه ومنهم رحمة للجلال للعابدين وإسماعيل فإدريس وذكر كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتك إنهم من الصالحين وللنور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أتى بظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه بالغم وكذلك نجزي المؤمنين زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون بالخيرات ويدعوننا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنظرنا فيها من روحنا وجعلناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم وإلينا راجعون ومن يعمل من الصالحات فهم منه فلا كفار لشيء وإنا له كاتبون حرام لنا أنهم لا يجهون إذا فتحت يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين وقالوا يا ويلنا من كنا في غفلة من هذا وكنا ظالمين إنكم وما تعبدون يرجو الله وسوف جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء ما وجدوها وكنا فيها خالدون فيها زفير وفيها ما يسمعون إن الذي صرف الله من الحسنى جعلنا مبعدون لا يسمعون حسيسا في مسار أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا أننا كنا
كتبنا في الزبور جعلنا الأرض يرثها عبادي الصالحون فيها بلاغا لقوم عابدين أرسلناك يا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وأنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء والذي قريب قريب ما توعدون إنه يعلم الجهل ويعلم ما تكتمون لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ربكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس من يجادل لله بغير ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولى وأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل جانب ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحب وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها أن الله يبعث ما في القبور ومن الناس من يجادل في الله ليضل عن سبيل الله يوم في الدنيا حل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن سابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعون من دون الله ولا يضر ولا ينفع ذلك هو الله البديع. يدعون من ضره أقرب بالنبي وبئس المولى وبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء وما ليقف يملك بأنك عندما يريد. كذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين صدقوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله
اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم بالحميم ينزل بما في بطونهم وجلود لهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها حرير الطيب من القول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإنما لإبراهيم وكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها حرمنا ثم ليغضوا فقضى ويتطوفوا بالبيت عتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشروا في الدين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وأقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولنجعل الله لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سواء فإذا وجبت جنوبها وكلوا منها وأطعموا الظالم والمتبع ذلك سبقا لكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب أذن للذين قاتلوا لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديرهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله قليلا ولا يذكرن الله ينصروا إلى الله القوي العزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذب قبلهم قوم
في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله هذا وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الآيات الله عليم الحكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ومعصية وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا في قلوب القلوب وإن الله يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وإن الله لخير الراحمين ليدخلنهم مدخلا وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يولد النهار في الليل أن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من به والباطل وأن الله هو العلي الكبير ترى أن الله أنزل من السماء له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لغني حميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماوات ما إلا بإذنه وما في الناس لرحمة رحيم هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم إليه إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه ولا يجعلنك بالأمر والإله ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فإلى الله ما تعملون يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ولم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ويعلم ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم يوجد به سلطانا ما ليس بأمرهم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا وكفروا ربكم بشر من ذلكم نار أعد الله والذين آمنوا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لو أن يسلكم الجبال شيئا لا يستحملون الله الضارب والمظلوم ما قدر الله الخالقين لا غير عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى الله ترجع الأموال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وجاهدوا في الله حق جهاده
هدي واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم ونعم المولى ونعم النصير. الرحمن الرحيم الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولا ذلك أولئك هم العادون بأماناتهم عهدهم راعون والذين على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون يرثون الفردوس فيها خالدون خلقنا الإنسان من سلالة من طين وجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما إنك بعد ذلك لميتون يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وأنزلنا من السماء ماء بقدر أرسلناه بأعيننا لهذه لغادرون وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون وشجرة تخرج من دور سيناء وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليه ولو شاء فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وألك إلا ما سبق عليه قولنا ولا تؤاخذني بالذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك في الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين بآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويأكل مما تشربون وإن أطعتم وسأغفر لكم إنكم إذا لخاسرون يعيدكم أنكم يا متم كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون كلمات العدو إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بموتين إلا رجل افترى على الله كذبا ما نحن له بمؤمنين رب صل ما كذبوا أما قليلا يسجعن ناقمين فأخذتهم الصيحة بالحق وجعلنا مساء مبتلعا من العالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تصبر من أمة أجلها ما يستغفرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كل
كلما جاء أمة رسولها كذبوه ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه وكانوا قوما عالين وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا يعملون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فقطعوا أمرهم بينهم زبرا بما لديهم فرحون فذرهم قبلهم الداعين يحسبون أنما نمدهم به